منتخب كي جاك اخا يوسف؟ طوب 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 سرقنا له مبراهيم لا صافي باقي عندي ولهم كلشي. لا بصح منتخب والله اسبانيا مرتهم امرتهم واذا تلاقينا معاهم نغلبوهم. ها؟ في كاس العالم غندخلوا معاهم لا عندنا السيليكسيون احسن منهم دابا احسن منهم. المغاربه جيب العز ولا كيفاش كيما خلينا. يلا تحياتي اخا يوسف الله يعاونكم. سلام اجوا عند يوسف ها هو الظراف. السلام عليكم، رمضان مبارك. نبغيكم بزاف لايك سبسكريبيروس الكامباني تاع تين دان. يا رشيد كي جاك المنتخب البارح؟ المنتخب واعر منتخب ها غمقنا لهم على ابراهيم ها دينا ياك اخي رشيد. عالمي شوف تمر كل شيء. برازيل ديال افريقيا برازيل ديال افريقيا. الفلفل البيتزا شحال هذا؟ ولكن هذا المصفر بيتزا شوف هذا يصدر 2 كيلو اورو 50 سنتيم 5 دراهم بالعصير وبالماكله. هذا ديالنا هذا مباشرة من ملعب أكادير أدرار. أحلى ديديكاس لخويا عثمان برشلونة. وهذا الفيديو لك أنا نوريك الأجواء الناس كيفطروا في الملعب. وهنا غيكون فيه التيفو، سيرفع التيفو في هذه البلاصة اللي هنا فيها. قبل بعدا ما نشوفوا الخيرات كي جاك المنتخب اخي جواد؟ منتخب تبارك الله عليه ها ما شاء الله. عندنا منتخب بصراحه كاين الدراري اللي جا مزيونين، واللي كاين شي وحدين كانوا ناقصين شي شويه البالغ خصهم يتحسنوا شي شويه بحال ولكن عجبنا. مرابط وناحي كانوا ناقصين كانوا ناقصين شي شويه نتمناهم يكونوا في مستوى ديال نعم الاخرين ان شاء نعم الله. ولكن الدراري اللي جاو جدادين شي حاجه طوب. مزيونين. شوف اللي كيغير على جلال كامل الحمد لله. هذا الشيء اللي قلنا حنا كنغيروا على بلادنا ما يخافش. المغرب ديالو بقى مغرب الحمد لله. شحال الدجاج ولدي اخي جواد؟ اجي كي جاك المنتخب البارح؟ كي جاك المنتخب؟ اخي طارق كي جاك المنتخب؟ منتخب في الماتش ديال البارح صراحه عجبني ياك واخا ما كاينش البيوت، ولكن تاكتيكمون كانوا لاعبين مزيان. عجبني داك الدري ديال موناكو نمبر 1 بن صغير دياس حتى هو زياش مايسترو. ودابا خارجين نشوفوا الاجواء مع العيان. ياك العيان في ماشينا بابا تاخروا ونشوفوا الاجواء. لا صايمه صايمه نو امبارح نص نهار واليوم نص نهار. خوت كل سبت يعني كنخرجوا باش نعملوا داك الدويره ونجيبوا نتسخروا هذا واليوم غادي نشاركوا معكم الاجواء الرمضانيه من هنا يعني في كنسكنوا في مطارو، وغادي تشوفوا رمضان كيفاش كيدوزوه الجاليه المغربيه، وغادي نتصنتوا للاعلام الجزائري اول مره بعد ادم لؤي كي جاكم منتخب عينا ما نهضروا. nos vamos a cansar de ser muy bien, ¿no? mucho futuro. سي اسبانيول انتم شفتوهم مساكن غادي يحمقوا على دياز. بونو يلا دابا حنا هنا حدا واحد السوبير ندخلوا نتاخروا وشوفوا هذا الفيديو الاجواء والاعلام الجزائري اللي تغير يعني 180 درجه، يعني تبدل مره في التصريحات ديالو. يلا معنا الخوت يلا معنا خوت كما العاده مع الوليدات. اليوم غادي نشوفوا شنو قالت الصحافه الجزائريه التي عادت الى رشدها واعترفت بالقوه ديال المنتخب الوطني المغربي، وكتهضر اول مره غادي نسمعهم كيهضروا يعني بالمنطق على المنتخب الوطني المغربي وابراهيم دياز. هذا الفيديو غادي يكون مشوق، غادي نشاركوا معكم الاجواء الرمضانيه من هنا من برشلونه كما العاده مع ادم ولؤي وليان والضيف ليان الضيف ديالنا ديال اليوم. Dayan, ¿quieres decir algo más? Que os quiero mucho. Sí, quieres a todo el mundo tú, ¿no? Sí. ورمضان مبارك. يلا. الأجواء الرمضانية هنايا عندنا في باقا الدنيا شوية لأن باقي بكري شوية. هانتوما كلشي مغاربة هنايا. بازارات
الخضاره الكزاره الحواته كلشي. البحر تا هو قريب، راه هو كيبان هذا البحر هنايا حدانا. دابا نمشيو مور ادم ولؤي عليهم هنايا غادي يجبروهم هنايا نجبرو ادم ولؤي. ها هما Estoy lleno de pipí. Por el día que me المغربي امين فاز ايضا بهدف مقابل صفر امام المنتخب الاونغولي. اول مشاركه لابراهيم دياز. نعم، تدعيم قوي جدا للمنتخب المغربي. ابراهيم دياز سيقدم اضافه كبيره جدا لهذا المنتخب. لاعب سريع، لاعب مهاري، واحد من احسن اللاعبين في ريال مدريد في هذا الموسم. في كل مره تتاح له الفرصه الا ويقدم الاضافه اللازمه، سواء هدف او تمريره حاسمه، اضافه الى كوكبه من النجوم التي يملكها المنتخب المغربي في صفوفه. لذلك المنتخب المغربي حاليا لديه كل عوامل النجاح، لديه كل الظروف التي تسمح له بتأدية كأس افريقيا في المغرب في اعلى مستوى. نعم، المنتخب المغربي تدعيم نوعي. ابراهيم دياز واحد من المهاجمين الفتاكين. انا فاجأني اختيار ابراهيم دياز للمنتخب المغربي. انتظر المنتخب الاسباني الى اخر دقيقه. كان قادر يزيد ينتظر على بعضهم، باسكو كيشوف الامكانيات تاعو يقدر يكون عنده الحظ باش يشارك مع المنتخب الاسباني. شوف هناك داراي. انا اعطيك رايي. هناك كيل بمكيالين من طرف العارضه الفنيه للمنتخب الاسباني منذ عهد لويس انريكي، والتي تواصلت مع عهد المدرب الجديد دي لافوينتي. كيل بمكيالين بين لاعبي برشلونه ولاعبي ريال مدريد. في برشلونه بمجرد ان يصعد لاعب من الشباب في عمره او سنه 16 سنه 17 سنه يستدعى الى المنتخب الاسباني. مثال كوبارسي، صحيح انه تالق مع برشلونه لكنه لم يثبت اي شيء. حصل على اول استدعاء. يامال 16 سنه يحصل على اول استدعاء. ابراهيم دياز متالق مع نادي ميلان في اعلى مستوى، متالق مع ريال مدريد. ينتظرون دائما الى اخر دقيقه ولا يعطونه اي ضمانات بالتواجد مع المنتخب الاسباني. لذلك اللاعب مل من هذه الحكايه. انا اتفق معك كثيرا امين في هذه القضيه، لان ابراهيم دياز اختار المغرب، والمغرب خارج من خيبه بعد اقصائه من كاس افريقيا في الدور الثاني، وهو الذي كان مرشحا للفوز بهذه الكاس نظرا لثراء تعداده ووصوله الى الدور نصف النهائي. ابراهيم دياز لم يختار المغرب يعني بعد وصوله الى نصف نهائي كاس العالم، وانما اختاره بعد خروجه من كاس افريقيا. وفي الاونه الاخيره كتبت كثيرا الصحف الاسبانيه وخاصه المدريديه بان مدرب المنتخب الاسباني ينوي. هاي هشام ديالنا، ها التشيناب بحال التشينا خاي هشام. هذا كيلو خيط، هذا 2 كيلو اورو. 2 كيلو باورو. 5 دراهم للتشينا. خيرات ربي كامله موجوده عند هشام هنا. ندخلو نوريكم. التشين 5 دراهم بالعصر. جواد ديالنا عنده الاوفيرطات كاملين. عنده الباك. جواد ابينينا بيرو الجزار ديالنا. غندخلو عاوتاني حتى هو عامر شهيوات. احنا جينا عند الجزار ديالنا جواد. خي جواد تبارك الله عليك، رمضان مبارك. ها انتم كلشي عنده. جينا نديو دجاج بلدي كاين ياك اخي جواد؟ انت ها الدجاج بلدي عندنا هنايا بلدي حتى الرزيزه. اييه ديال هنا. الا الرزيزه هنا. قبل بعدا ما نشوفوا الخيرات، كي جاك المنتخب اخي جواد؟ منتخب تبارك الله عليه ان شاء الله. عندنا منتخب بصراحه كاين الدراري اللي جا مزيونين، واللي كاين شي وحدين كانوا ناقصين شي شويه البالغ، خصهم يتحسنوا شي شويه بحال ولكن عجبنا. مرابط وناحي كانوا ناقصين شويه نتمناهم يكونوا في مستوى ديال نعم الاخرين ان شاء الله. ولكن الدراري اللي جاو جدادين شي حاجه طوب. مزيونين. شوف اللي كيغير على البلاد كامل الحمد لله. هادشي اللي قلنا، حنا كنغيروا على بلادنا ما يخافش. المغرب ديالو بقى مغربي الحمد لله. شحال الدجاج بلدي اخي جواد؟ يا 4 الايرون كولو. ايوا شتي. والعادي؟ العادي داير 3 اورو 90. ايوا عملنا شي فروج بلدي اخي جواد. هانتوما الخيرات كامله عند جواد هنايا. المشرمل حتى الرزيزه كلشي هنايا عند جواد. السكاكيه الحلويات. مرحبا.
تيجي واعر اخي جواد والله العظيم. لينا هو اللي قلت لي البارح قلينا هذا ماشي بارح شافت فخته كبيره كتقول لي لا كتقول لي علاش حمراء. هو هذا الشيء. انتم الخيرات شباكيه اخي جواد. شباكيه شحال كيلو؟ شباكيه شحال هذه؟ شباكيه ديال كندير 4 طاس ديال الاوفيرتا 10 اورو. 10 اورو كيلو هنا. كيلو شحال فيها؟ كل فلوس ما فيها خالص. يلا والله انتم. وجينا عند الاخ والصديق طارق صاحب قناه الرحموني تي في. سي طارق تبارك الله عليك ورمضان مبارك. عثمان مرحبا بك الغزال ديالي. بارك الله فيك. ترحب بك جنا خي طارق. خي طارق كي جاك المنتخب؟ منتخب في الماتش ديال البارح صراحه عجبني ياك واخا ما كاينش البيوت ولكن تاكتيكمون كانوا لاعبين مزيان. عجبني داك الدري ديال موناكو نمبر 1 بن صغير دياس هو زياش مايسترو ديفينسا المهم نوستاما. عندنا منتخب عاد يقول الكلمه ديالو في المستقبل. باقي خصهم غير ينسجموا شويه. المهم كاين الانسجام بداو كاين العلامه ديال الانسجام ولكن كاين هذاك المشكل ديال راس الحربه شكون يمارك. اما رحيمي دابا رحيمي زوين صراحه كاينه كاين الدراري عاوتاني المستوى ديالهم نقص. متفق معك ياك خاص التجديد بحال امرابات بحال اناحي هما باقيين صغارين غير هو النيفو ديالهم طاح وصافي. ولكن زعما كاينه اللمسات كاينه واحد كتشوف بان كاينه واحد الروح ديال التكتيك يعني. اخي طارق وكنشكروك على هذه الملاحظات القيمه اللي عطيتي لنا على المنتخب الوطني المغربي. فعلا عندنا منتخب وسرقنا نجم كبير لاسبانيا ونسرقناه بالمعنى ديال ماشي سرقنا. الدليل على ذلك ان توdos los medios de comunicación ديال اسبانيا مشاو لاكادير ماركا بزاف 70 وسمحوا في المنتخب ديالهم. دابا عشنا وشفنا يعني مشاو ياكلوا اركان في اكادير اركان واملوا على تحيه للجمهور ديالك تحيه للمشاهدين ديالك. برافو خي مسيره موفقه وعمو ديالها عزاها مرحبا. مسيره موفقه لا انت هي معنا مسيره موفقه لك كذلك في العمل ديالك وفي القناه ديالك. سي طارق راه صديق قديم وعزيز علينا ودعمه حتى هو. يلا تهلا في راسك سي طارق. يلا والصحه لا يعطونه اي ضمانات بالتواجد مع المنتخب الاسباني. لذلك اللاعب مل من هذه الحكايه. انا لا اتفق معك كثيرا امين في هذه القضيه لان ابراهيم دياز اختار المغرب والمغرب خارج من خيبه بعد اقصائه من كاس افريقيا في الدور الثاني وهو الذي كان مرشحا للفوز بهذه الكاس نظرا لثراء تعداده ووصوله الى الدور نصف النهائي. ابراهيم دياز لم يختر المغرب يعني بعد وصوله الى نصف نهائي كاس العالم وانما اختاره بعد خروجه من كاس افريقيا. وفي الاونه الاخيره كتبت كثيرا الصحف الاسبانيه وخاصه المدريديه بان مدرب المنتخب الاسباني ينوي استدعاء ابراهيم محمد. انا اعطيتك الحقيقه. نعم هذه الحقيقه ما قلته انا هو الحقيقه. يعني انتظر اسبانيا ما عندك حتى الامر لانه هذا حقيقه محمد. هذا رايي عمل. لا ماشي ما نقدر نعطيك في الحقيقه تقول لي رايي. انا اقول لك كلمه الصحف الاسبانيه انا اعطيك الحقيقه. لكن انا قلت لك بان الصحف الاسبانيه المغربيه روجت محمد لامكانيه التحاق ابراهيم دياز. امكانيه ثانيه نقول لك امكانيه هو يعني معك محمد هو علاش قلت لك كاين بمكيالين. علاش ابراهيم دياز كان قد اعطانا كلمه للالتحاق بالمنتخب المغربي قبل هذه الفتره. محمد نبيل فقير اعطانا الكلمه صباحا باللي يجي المنتخب الوطني الجزائري بعدها في المساء ذهب الى المنتخب الفرنسي. انا يعطيك الحقيقه المره الثانيه محمد. ابراهيم دياز كان يفضل المنتخب الاسباني على المنتخب المغربي مع احترام المنتخب المغربي. هذه حقيقه محمد. في اخر المطاف لما راى ان العارضه الفنيه للمنتخب الاسباني لم تعطيه قدره ولم تحترمه مثل ما احترمت لاعبين شباب تم تصعيدهم مؤخرا من المدرسه الكتالونيه الى الفريق الاول في برشلونه. لذلك ذهب الى المنتخب المغربي واغلق نهائيا ملف المنتخب الاسباني خصوصا وانه يبلغ من العمر 24 سنه وليس في سن 20 او 19 سنه. نعم شكرا جزيلا لكم. احنا جينا بحالنا وصلنا بحالنا للدار. يلا ندخلوا بحالنا.
الرقم الظهري ديالو 23. يعني اذا التشكيله ديال المنتخب الانغولي اللي قلت انه كيقودوا المدرب البرتغالي بيدرو المدرب بيدرو غونزاليس. اذا الاعداد من اجل الملعب صغيره وكبيره اليوم عبر قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزيون المغربيه. يعني نواصلوا من خلال هذا اللقاء ديال المنتخب الوطني المغربي اللي غادي يلعبوا اليوم قرصانه الحمراء من اليمين الى اليسار. الساده المشاهدين تعطات الانطلاقه ديال هذه المقابله. حكيم زياش، اشرف حكيمي، المره زياش الخوت ما تنساوش تبقاو معنا حتى الاخر، لان كاين مجموعه من الفيديوهات اللي هي هديه يرسلوها لنا الاخوان المتابعين الاوفياء ديال هذه القناه من داخل الملعب والاجواء ديال المقابله ديال نهار امس. كنشكر الاخوان كاملين. واحد الاخ كذلك عنده قناه هنا المغرب حتى هو اللي رسلنا هذه الفيديوهات، اخ حسين والاخوان كلهم. اذا نسيت شي واحد الاسم ديالو المسامحه. كنشكركم حتى نتوما بزاف 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 الاخوان والاخوات المتابعين والمتابعات ديال هذه القناه الاوفياء. الشكر قليل في حقكم، الدعم ديالكم، الثقه ديالكم في هذه القناه. شوفوا الفيديوهات اللي رسلوا لنا الاخوان المغاربه الاحرار من ملعب اكادير. تهلاونا في راسكم والسلام عليكم وشوفوا الفيديوهات. اذا انت اخي عثمان، الا فين غيكون التيفو، فين غيتهز الجمهور كامل اللي كيبان لك هما كيستعدوا، ها هما لعابه جينا من الأوائل.
بسيطة